30 سنة مرت قبل أن يتكرر هذا المشهد. ميدالية ذهبية في الألعاب المتوسطية ظفر بها المغرب للمرة الثانية بعد نسخة 83 900 وألف بالدار البيضاء، وكأن النهائي أعاد نفسه أمام تركيا التي خسرت الذهب ثانيا وعلى أرضها في هذه المرة. الحمد لله ان هاد المجهودات ديال هاد اللاعبين هادو سالوا بنتيجه ايجابيه بزاف، هي اللي هي الميداليه الذهبيه اللي كنهديوها للجمهور ديالنا المغربي والشعب ديالنا والمسؤولين ديالنا والصحافه ديالنا اللي الحمد لله متبعين هذا الفريق من البدايه ديالو. كنظن بان هذا عمل اللي مديور تقريبا 2 ونصف، فالحمد لله كاينين الناس اللي دايرين لا كونتينويتي. التتويج المغربي كان بالركلات الترجيحية بعد التعادل بهدفين لمثليهما. شبان بن عبيشة كانوا الأسبق والأسرع في افتتاح التسجيل عند الدقيقة الثانية بواسطة هشام الخلوة. تقدم المنتخب الوطني لم يعمر طويلا في عدد النتائج. عبد الكريم برداكشي عدل النتيجة للأتراك في الدقيقة 15. الموازين قلبت شيئا ما بعد إحراز إبراهيم كوسكيل للهدف الثاني للمنتخب التركي، فأصبحت النتيجة 2-1. واستمرت كذلك إلى غاية الدقيقة 70 عندما أعاد آدم النفاتي الأمور إلى نصابها بهدف أحال الفريقين إلى الأشواط الإضافية ومن ثم إلى الفوز بالضربات الترجيحية. فرحنا المغاربه كاملين. هادشي حنا هما هادو السبوعه، هادو هما اللي كيقولوا عليهم السبوعه ديال بصح. حنا يفرحنا البلاد وزينا الدرابو برا البلاد، هذاك هو الربح عندي. ما خاصنا فلوس، ما خاصنا والو، خصنا نهزوا الدرابو والرايه والحمد لله وربي كبير الحمد لله. ركلات الحظ ابتسمت لبن عبيشة ولاعبيه إذ أفلح المنتخب في توقيع 3 ضربات مقابل 2 للمنتخب التركي، وبذلك جنى المنتخب ميدالية ذهبية هي الخامسة لحد الساعة في دورة ميرسين التركية. بارق ذهب هذه الميدالية هو الأول من نوعه خارج أرض الوطن بعد تلك التي توج بها بدورة الدار البيضاء. والآن الأهم هو الحفاظ على هذه البذرة الطيبة حتى يشتد عودها وتحمل على عاتقها تحقيق إنجازات الكبار.